مو جاي اقول لك روح، ما اقدر اعطيك من الاكل عندنا لان اكو سبب. بابا حسوني ايش عندك هنا؟ يلا امشي روح البيت. ها بابا جاي العب ويا صاحبي. وقت غدا هسه بابا، امشي اتغدى وبعدين ارجع العب. اي بابا ماشي، بس راح اوصله وارجع. يلا مو تتاخر. حسون ما طول وصلنا البيت تتفضل على غدي. لا علوش ما اقدر اتفضل ياكل البيت لان بابا قال لي تعال بسرعه. علوش شنو الريحه ما طالعه من بيتكم؟ والله حلوه. راح اروح اشوفهم مش طابخين واجيب لك وارجع. بابا هذا حسون جوارينا الاغنياء صديقي، شم ريحه الشوي يريد لفه. بابا علوش تروح على صاحبك تقول له ما نقدر نعطيك من الاكل اللي عندنا. اي بابا صار، هسه راح اروح اقول له. حسون يقول بابا ما اقدر اعطيك من الاكل اللي عندنا. ما اروح من هنا اذا ما سوي لي لفه. حسون راح اروح ارجع لبابا اشوفه بركه الله يعطيك. بابا هذا صديقي حسون ما يروح الا يريد لفه. بابا انا مو قلت لك ما اقدر اعطيك من الاكل اللي عندنا؟ راح اطلع انا وانا علمنا. عمو مو قلنا لك ما نقدر نعطيك من الاكل اللي عندنا؟ روح لابوك وخلي يشتري لك اكل. مو اشتمت ريحه الطبخ عندكم كلش طيبه. مو جاي اقول لك روح، ما اقدر اعطيك من الاكل اللي عندنا لان اكو سبب. ها بابا حسوني ايش بيك تبكي؟ راح اتوسع بهذا الفقير، رحت لبيتهم وقفت يم بابهم، اشتمت ريحه شوي وطلبت من عندهم لفه وما اعطوني. بابا انت تحكي صدق تريد تاكل من ذول الفقره؟ ايش تعرف انت باكلهم؟ ومن يقول هو اكلهم نظيف؟ والله ما علي الا تاخذني من ذول الجيران ويعطوني لفه. طيب مالك شغله، عوف اللفه، هسه انا اخذك للسوق واخذك للمطاعم، اي مشويات او اي اكله تريدها انا اجيب لك اياها. بابا ريحه شو مالتهم كلش طيبه، ولا جيب لي من عندهم. يلا ما طولك هيك مصر، امشينا نروح اجيب لك من عندهم. حسوني وين بيتهم؟ هذا بيتهم. امشي دق الباب عليهم. ها عمو شو تريد؟ انت ليش تكسر بخاطر الطفل؟ هو ايش طلب من عندك؟ هو راد لفه. مو جاي اقول لكم ما اقدر اعطي لفه من الاكل اللي عندنا. اذا الفقره انتم صدق ما تستحون. احنا مو ما نستحي، بس اكو اسباب ما اقدر اعطي من الاكل اللي عندنا. اليوم ما اروح منا الا اعرف شنو السبب ما انطيت للطفل. عمي هي الاسباب هوايه، واول سبب هذا انا معوق وما اقدر اعين عائلتي. فتت بالسوق ولقيت الدجاجه ميته وجبتها اللي جاي وشويتها، وانا من جبت الدجاجه جهالي حرجوني، لا اقدر امد ايدي لاحد لان كرامته ما تسمح لي، ولا اقدر ابوقن، فاحسبها علي يا اخويا.